بوكسينج؟ انت عايز تتصاب وما تقومش منها؟ انت بنت هيطلع لك عضلات زي الولاد. بوكسينج في سنك ده؟ عشان ما يضحكش عليك، كلام كتير ممكن تسمعه عن رياضة البوكسينج ممكن يخليك متردد انك تمارسها. مفيش حاجة اسمها سنك مش مناسب للعبة البوكسينج، لان ببساطة السن هيفرق لو انت عايز تلعب بطولات او عايز تلعب تنافس. اما بقى لو عايز تلعبها كهواية او رياضة بتحبها فالسن هنا مش هيفرق، وطبعا التمرين هيكون مع السن القريب منك. بمعنى لو انت عندك 30 او 40 فانت مش هينفع تتمرن مع حد عنده 10 15 سنة. وفكرة انك هتتصاب اصابة مش هتقوم منها ده كلام ملوش اي معنى، لان ببساطة طريقة التدريب بتاعتك والتزامك بتعليمات الكابتن هتحميك من اي اصابة، زائد انك مش هتخش اي مباراة الا لما تكون جاهز. طبعا ده بيكون تحت اشراف المدرب اللي معاك اللي اكيد بيحافظ عليك. اما بقى لو انت من الناس اللي بيتقال لهم انت عارف تاخد نفسك اصلا، فالبوكسنج بيساعدك على تحسين النفس وتطوير اللياقه البدنيه بتاعتك. وللعلم البوكسنج رياضه زي اي رياضه تقدر تمارسها طالما الدكتور ما عندوش اي مانع انك تمارس الرياضه بشكل عام والبوكسنج بشكل خاص. المهم انك تكون بتمارسها مع مدرب فاهم هو بيعمل ايه، وتحط تحت فاهم دي 100 خط. اما لو انت بنت فانت هتسمع الجمله دي كتير، هيطلع لك عضلات زي الولاد. وطبعا الجمله دي غلط جدا جدا جدا، لان ببساطه انت مش بتلعبي ولا رفع اثقال ولا كمال اجسام. البوكسنج بتطور جميع عناصر اللياقه البدنيه بتاعتك بشكل عام، وبتخلي شكل جسمك احسن. حتى تمرينات القوه بتاعتها بتشتغل على زياده الحجم العضلي. ومعلومه ليكي على جنب كده، حتى لو بتمرني جيم مش هيطلع لك عضلات زي الولاد، لان عضلات الولاد بتختلف عن عضلات البنات، وده فيه تفاصيل كتير ممكن نقوله في حلقه لوحدها. دلوقتي لو خلاص قررت انك تلعب بوكسنج فلازم تتاكد ان المدرب اللي معاك متخصص في لعبه البوكسنج، عشان مفيش حاجه اسمها مدرب فنون قتاليه او دفاع عن النفس، عشان البوكسنج لعبه ليها قوانينها الخاصه، وده كمان يساعدك انك تتمرن صح. وطبعا المدرب اللي معاك لازم يعرف تاريخك الصحي ووزنك وطولك، وانت اصلا لعبت بوكسنج قبل كده ولا لا، كنت بتلعب رياضه قبل كده ولا لا، وبكده يحدد لك البرنامج التدريبي المناسب ليك، وبكده ما يضحكش عليك لو رحت تلعب بوكسنج.